العاشرة مساء أيها السادة والسيدات، نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، وفيها الرئيس السياسي ورئيس الوزراء أبي أحمد يتفقدان مشروع التنمية الزراعية في كركبت. صيانة قناة تحويلية في ضاحية حديش بمديرية فورو. دعم المحتاجين في شمال البحر الأحمر والأوسط. وزيرا خارجية الصين وروسيا يعارضان النهج الأحادي الأمريكي. إيران تسلم صندوقي الطائرة الأوكرانية الأسودين إلى فرنسا. وروسيا تجري مناورات عسكرية. ومن العناوين إلى التفاصيل. زار الرئيس السياس أفورقي ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد مشاريع التنمية الزراعية في كركبت بأقليم القشبركة اليوم الأحد 19 من يوليو. وتفقد الزعيمان بالسيارات والطائرة المروحية سعة سد كركبت ومياهه واستخداماته والأراضي المعدة للتنمية والبنى التحتية والمساحات التي يمكن تنميتها مستقبلا في المنطقة. ولدى وصولهم مطار ساوا لزيارة كركبت استقبلهم قادة مركز التعليم والتدريب في ساوا بمراسم الشرف. وتفقد في ساوا تدريبات طوابير المارشات العسكرية لتخريج الدفعة 33 للخدمة الوطنية. هذا وعاد رئيس وزراء إثيوبيا إلى بلاده مساء اليوم مختتما زيارته التي استغرقت يومان. واتفق الرئيس السياس أفورقي ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية الدكتور أبي أحمد في المباحثات الموسعة والمفتوحة التي أجرياها خلال يومي الزيارة تطوير علاقات التعاون الثنائية وتقوية العمل الذي بدأ لجعل التعاون الإقليمي في القرن الأفريقي واقعاً. وقام بزيارة تفقدية لمشاريع التنمية في الإقليمي الجنوبي والقاشبركة. يقوم مزارعو ضاحية حديش بمديرية فورو أقليم شمال البحر الأحمر بنفير شعبي لصيانة قناة تحويلية للاستفادة من السيول القادمة من المرتفعات لزيادة الإنتاج. وأوضح مسؤول التنمية الاقتصادية بالمديرية السيد صالح إبراهيم لإيرنا بأن القناة التحويلية تنمي 1700 هكتار، مشيرا إلى أهمية دعم الآليات آخذا في الاعتبار قوة تدفق السيول. وقال منسق النفير إن الجهود الشاقة الجارية سنويا لتحويل السيول القادمة عبر أودية علي قدي وحداس وكومايلي وغيره لن تجلب حلا دائما. لذلك من أجل إيجاد حل مستدام يجب على الجهات المعنية منح اهتماما أكبر وتقديم دعم الآليات. يتلقى المحتاجون في إقليمي شمال البحر الأحمر والأوسط المساعدات. وفي هذا الإطار وزعت الجمعية الوطنية لمعاقل حرب 20,000 نقفة ل25 من أعضائها في مدينة نقفة. وقدمت مدرستي طبرة والصمود الداخليتين في مديرية نقفة 40 كنتال ذرة ومواد غذائية أخرى للمحتاجين في ضواحي بقلة واندلال وماريت ولابا. وقدمت جمعية مزارعي دوغالي 12 كنتال ذرة ومواد عينية أخرى للمحتاجين. وبعض التجار في مصوع أكثر من 7 كنتال ذرة. وقدم الشباب العامل في وزارة الثروة البحرية 6 كنتال ذرة ل12 أسرة محتاجة في مصوع. وفي الإقليم الأوسط وزع مبلغ 300,000 نقفة للأسر المحتاجين في كتمولع بمديرية قلنفحي و22,000 نقفة في عدق عداد. وقدم دعم عيني للمحتاجين في كعازين بمديرية سرجقة و31,000 نقفة في مي أنبسا بمديرية أخرية. وفي مديرية عدي قيح قدم 15 كنتال ذرة في داحية سافرة.
مشاهدينا، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، حيث ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن وزيري خارجية الصين وروسيا أجريا محادثات عبر الهاتف عبر فيها عن معارضتهما للنهج الأمريكي الأحادي. ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله لنظيرها الروسي سيرجي لافاروف إن بكين تشعر بأن الولايات المتحدة تحيي عقلية الحرب الباردة في سياستها تجاه الصين. وذكرت الوكالة أيضا أن الوزير الروسي قال إن بلاده تعارض النهج الأحادي الجانب في الشؤون الدولية. تأتي التصريحات في وقت يزداد فيه التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين في هونغ كونغ والحرب التجارية بين البلدين وتعاملاتهما مع فيروس كورونا، فضلا عن خلافات دبلوماسية أخرى. سلمت إيران إلى فرنسا الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها دفاعاتها الجوية عن طريق الخطأ في يناير الماضي، وفق ما نقلت صحيفة إيران الأوكرانية التي كانت تسير رحلة بين طهران وكييف بعيد إقلاعها من مطار طهران الدولي. وأودت المأساة بحياة 176 شخصا على متن الطائرة، أغلبهم إيرانيون وكنديون، وكثير منهم يحملون جنسيات المعلومات من الصندوقين الأسودين. وأشار أحدث تقارير هيئة الطيران المدني الإيراني منتصف يوليو إلى أن العنصر الرئيسي وراء المأساة خطأ بشري يتعلق بخلل في أحد الرادارات العسكرية تلتها أعطال أخرى. أن روسيا تجري مناورات عسكرية لاختبار استعداداتها القتالي وسط اشتباكات بين حليفتها أذربيجان وقوات أرمينيا. ووصفت وزارة الدفاع الروسية المناورات بأنها مراجعة روتينية لقدرة الجيش على ضمان الأمن في منطقة جنوب غرب روسيا. وقتل ما يزيد عن 12 جنديا من أرمينيا وأذربيجان في اشتباكات خلال الأيام الماضية بين البلدين اللذين خاضا حربا في التسعينيات في إقليم ناجورنو قراباق الجبلي. وحثت روسيا التي لها قاعدة عسكرية في أرمينيا الجانبان على وقف إطلاق النار وضبط النفس، وقال الكرملين إن موسكو مستعدة للوساطة. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن المناورات ستشمل مشاركة نحو 150 ألف جندي و400 طائرة. وتعتبر روسيا أرمينيا شريكة استراتيجية في منطقة جنوب القوقاز وتزودها بالسلاح. الخبر الأخير في هذه النشرة: حث رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس مجموعة العشرين الاقتصادات الكبرى على تجميد مدفوعات خدمة الديون الرسمية بالنسبة للدول الأشد فقرا حتى نهاية 2021. وقال إنه ينبغي لأعضاء المجموعة البدء في محادثات بشأن تخفيض ديون بعض الدول. وأبلغ مالباس اجتماعا افتراضيا لمسؤولي المالية بمجموعة العشرين أن بعض الدائنين الكبار لا يشاركون في مبادرة تجميد الديون بشكل كامل، مضيفا أنه ينبغي للدائنين من القطاع الخاص وقف جميع المدفوعات من الدول الأشد فقرا. وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن مجموعة العشرين تدرس مبادرة لتجميد مدفوعات خدمة الديون إلى ما بعد هذا العام.
وأضاف الجدعان في مؤتمر صحفي بالعاصمة السعودية الرياض إن 42 دولة تقدمت إلى هذه المبادرة حتى الآن. أعزائي المشاهدين، بهذا قد نكون وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. شكرا لحسن المتابعة، دمتم بألف خير.